السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في القناة تاعي. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك، دعمونا خوتي بلايك بالاعجاب باش الفيديو يوصل وفرجة ممتعة. شكرا جزيلا. البطولات المجمعة مختلفة وانت عشت الاجواء دي في 2008. هل لو كابتن حسام قدر يقفل على الفرقة واللعيبة كلها زي ما بنقول قلبها على قلب بعض ورايحين يعملوا حاجة، ده بيعوض لو في فرق فني وجاب بيني وبين منتخبات تانية؟ بص، البطولة انك تاخد بطولة ملوش علاقة بالفنيات فقط، هي ليها علاقة هو باكج، فهو فنيات، لعيبة، اجواء عامة. يعني يمكن احنا زي ما انت اتكلمت 2006 كانت في مصر، يعني خلينا ناخد اخر 4 بطولات لمصر. ماشي. احنا بقى لنا اول حاجة 15 سنة ما خدناش بطولة من 2010. 98 الناس كلها لو عملنا فلاش باك كان كابتن الجوهري المفروض لازم يمشي وحسام حسن لازم يعتزل. اخذ البطولة حسام حسن هداف البطولة مع ماكارث لو تفتكر جنوب افريقيا. 7 أهداف 7 أهداف بالظبط. هتيجي وحاجه اداء خطير، يعني احنا اتربينا عليه، فكنا فاكرين حازم وحسام، ياسر رضوان، اسماء هاني رمزي، صبري، ياسر رضوان، كله. هتيجي بقى في 2006 انت ما كنتش الاقوى، لكن كان معاك دعم جماهيري مرعب وكان في مصر وكانت البدايه، فقدرت ان انت في الاخر تحصل على البطوله. صح. وانت بتلعب كوت ديفوار في الفاينل. 2008 احلى اداء، احلى نتيجه، صح، ما فيهاش كلام يعني، ولعبت منتخبات قويه جدا، فانت الجدير بالبطوله. 2010 اجواءها كانت صعبه جدا مش زي 8، بس قدرت ان انت برضو تكلل بالبطوله واخدت 6 8 10. قبل البطوله واثناء البطوله المنتخب كله مفيش مشاكل. الاهلي والزمالك والاسماعيلي ساعتها طبعا كانوا جامدين جدا. المحترفين كان عندك قلائل، يعني قله، بس في الاخر المنتخب كان يونت واحده يا اسلام. وانا بقول لك 2008 ان انا عشت الاجواء قبل، و10 انا اتعورت قبل 10 فكنت رايح، فبرضه كنت كله شايف الاجواء عامله. هتيجي بقى بعد كده او نتكلم على الوضع الحالي. الوضع الحالي عاطفيا انا نفسي منتخب مصر ياخد البطوله مليون في المية، بس هو الموضوع ما بيدارش بالعاطفه ولا بيدار بكابتن حسام ولا بيدار باتحاد الكوره، ولا هو بيدار بالباكج. الاجواء عامله ازاي؟ هل الاجواء احسن حاجه؟ لا. اوكي. هل فنيا انت احسن حاجه؟ لا. فانت دلوقتي هتيجي تقول ان احنا شعب عاطفي جدا. محمد صلاح عنده مشكله مع ارني سلوت، فهيرجع بقى يبقى عنده هيبقى غل بقى مفيش كده، وعايز يثبت نفسه، وعايز صلاح ما عندوش حاجه يثبتها الحقيقه. وعمر مرموش كان مان سيتي فهو عاوز يرجع عشان يبقى مفيش كده في الكوره. فالاجواء هل زي 6 8 10؟ لا. بنحاول ان احنا نوصل لابعد حاجه. اتمنى من الاعلام ان احنا بتلاقي دايما في كلام كتير جدا ان هيحصل ايه بعد البطوله لو حصل حاجه مش كويسه، فمين كيروش قاعد. الكلام ده كله اجواء سلبيه جدا. اتمنى ان هي ننتظر هذه الاجواء لما بعد البطوله. صح. لكن قبل البطوله هدفك حاجه واحده، دعم منتخب، تحاول تعمل بالناحيه الايجابيه، ان هي دي اللي هتفرق جدا. صح، اتفق معاك مليون في المية ان ده الكور وده الاساس بتاعنا في الفتره الجايه. كابتن فضل، عندنا مواجهات دور ال16، هنبدا نمشي معاك المشوار ماتش ماتش وانت تتوقع مين الفائز كالعاده. المواجهه الاولى في دور ال16 ما بين مالي وتونس. لا انا اتوقع تونس، يعني تونس في لعيبه كمان مميزه، يعني انا كتبت عشان ما انساش يعني. فانت في ياسين مرياح كبير طبعا، بس هو سردباك مدافع متمرس ولعب كاس عالم كتير وعنده خبرات كبيره. في سليتي، في بن رمضان النادي الاهلي، في فراس شواط برضه مهاجم كويس، والياس سعد وبنتكلم في سيباستيان تونجتي. يعني عندك لعيبه كويسه يبنوا عليها، ممكن تبني عليها. مالي في ديانج طبعا وفي اسماء منتخب قوي، لكن انا بحس نفسه قصير، ما اعرفش يعني. اتفق معاك، خصوصا ان انت البطوله في المغرب، فانت الجزائر وتونس جماهيرهم موجودين. بالظبط، صح، مليون في المية. المواجهه اللي وراها هي المواجهه بتاعه منتخب الجابون في مواجهه منتخب السنغال. السنغال يعني لا، السنغال جامدين جدا قوي. حتى كمان يعني دايما الناس عشان تبقى عارفه، انت الطبيعه الافريقيه هو مش سرعات بس. انت عندك كل قبيله في كل دوله الطريقه الجسمانيه مختلفه. السنغال طوال، صراع، حريفه. فالناس القصيره كتير، يعني زي ماني كده هو بيبقى قليل قوي، تحس ان هو ده البلاي ميكر. بس اسماعيل اسرار، عندك مندي، عندهم نيكولاس جاكسون، مندي، كوليبالي، كوكبه الحقيقه. السنغال ماشي. يبقى السنغال تعدي مواجهه الجابون. مصر في مواجهه زامبيا. مصر ان شاء الله طبعا، ان شاء الله باذن الله. المواجهه دي ما بين كوت ديفوار والسودان. كوت ديفوار منتخب كوت ديفوار يعبر السودان. طيب الناحيه الثانيه جنوب افريقيا في مواجهه الكاميرون يا كابتن فضل. جنوب افريقيا كاميرون، جنوب افريقيا
جنوب افريقيا تعبر الكاميرون، منتخب قوي احنا عارفينهم، سان داونز واورلاندو هو ده القوام الاساسي للفرقه يعني. بقول لك هو دايما اسلام انت لما تشوف الفرق عامله ازاي، فانت بتتكلم فرق لعيب الكوره صراع. جنوب افريقيا كورتها مختلفه، الكاميرون عنده مشاكل كتير قوي قوي يعني، مش زي زمان، وحتى ايتو عامل مشاكل كتير، فبالتالي لا جنوب افريقيا. يبقى جنوب افريقيا. المغرب في مواجهه بوركينا، حتى لو المغرب في مواجهه المغرب. بص مش ناحيه فنيه، هو يمكن لسه كنا بنتوقع كاس العرب صح. ولسه كنت بقول لك، وكنت مع كريم خطاب بنتوقع مين الفاينل، وانا توقعت الاردن والمغرب، وده من بدري ما بتتوقع، انت مش بتروح، ما انت مش السيد الالوسي، بس انت بتتكلم في ايه، وبجد ده حقيقي، انت بتقعد تعمل حسابات معينه يا اسلام لغايه ما توصل. ليه المغرب؟ يعني ليه الناس كلها مصر كلها بتتكلم في المغرب؟ احنا طبعا مبسوطين وفخورين بمنتخب المغرب، بس انا عن نفسي بغير من نجاح المنتخب المغربي. صح. فالمغرب هي توصل لابعد حد، خصوصا البطوله عندها كمان. مليون في المية. يبقى المغرب، ثم الجزائر في مواجهه الكونغو الديمقراطيه. الجزائر طبعا، الجزائر انت عندك محرز، وعندك عندهم محرز بغداد بونجاح، ودولت خبرات كبيره طبعا جدا. عندهم عادل بولبينا اللعيب الجديد اللي دخل عليهم حريف جدا يعني. نيجيريا في مواجهه انجولا. نيجيريا على فكره نيجيريا لما لعبتنا احنا كنا كويسين، بس هم الشوط الثاني لا، يعني هم منتخب قوي، منتخب كويس طبعا، منتخب كويس قوي، منتخب كويس وهجوميا يا كابتن. لعب بلوكمان، كان عنده اوسمن، عنده شيكويزي، عنده موسيس، عنده ايوبي، عنده يعني عتاوله في الحته القداميه جامده جدا، وهم منتخب يعني في الشوط الاولاني احنا كنا احسن. الشوط الثاني لا، نيجيريا هو في هدف معين، بس المنتخب عنده